قبل ما ندخل 2025 تعال نقيس مع بعض اللي حصل في 2024 بالنسبه لاداء الذهب والدولار والعقار والبورصه عشان نعرف مين فيهم الكسبان في الاستثمار ونركز عليه السنه الجايه. اولا الدولار، وده في 2024 خسر ما كسبش. سعره في شهر يناير كان 60 جنيه ودلوقتي عامل 52 جنيه، وطبعا انا بتكلم على السوق السوداء. ثانيا الذهب، وده صعب تعرف قوي كسب ولا خسر لانه على حسب حضرتك اشتريت امتى. شهر يناير كان جرام الذهب العيار 24 بيتراوح من 3700 ل 4600. النهارده شهر 12 سعر الذهب لعيار 24 عامل 4300 جنيه. هو الذهب نزل وطلع، واللي دخل في وقت صح وعرف يخرج امتى هو كسب، بس اقصى حاجه عملها 20%. ثالث حاجه هي البورصه، وده مستحيل تعرف كسبان ولا خسران لان في ناس كسبت كتير قوي وفي ناس خسرت كتير قوي، لان كل واحد عنده استراتيجيه في التداول وعدد الاسهم كبيره جدا. ولكن انا هقيس على مؤشر EGX 30 وده زاد 2024 بنسبه 30%. اخيرا بقى العقار، وده الحصان الكسبان، ولكن برضه نسبه زياده العقار اختلفت من منطقه لمنطقه. مثلا الزياده كانت حوالي 30% في المناطق السكنيه زي اكتوبر وزايد والتجمع الخامس، ولكن الزياده وصلت ل 70% في منطقه زي راس الحكمه. تخيل بقى ان كان معايا عملاء اشترت في راس الحكمه لما كان الدولار ب 60 ودفعت بالدولار، ما شاء الله ده مكسب مضاعف، ربنا يبارك لهم. وده يقول لك ان العقار هو الملاذ الامن فعلا للاستثمار، اقل نسبه مخاطره واعلى مكسب. فلو انت داخل 2025 عامل حسابك تستثمر في اي حاجه من الاربعه دول، تابعني عشان اجيب لك كل الابديتس اللي تخصهم. سلام.